جوه كليتك بيتكون شيء مرعب صغير قد حبه الرمله، ساكت عايش معاك يوم ورا يوم من غير ما تحس، لحد ما يقرر يتحرك. ساعتها تلاقي وجع بيلف ظهرك وبطنك مع بعض، ويخليك واقف قدام كوبايه الميه ومش قادر تشربها، وانت مش فاهم هو ده ايه، هو قولون ولا ظهر ولا كلى. استنى واسمعني في ثواني، وما تنساش فولو ولايك وشير للفيديو. طب تعالى نعرف ده ايه. وجع الظهر بيزيد مع الحركه والشيل وبيخف اول ما ترتاح. وجع القولون بيبقى مغص وانتفاخات شديده بعد اكل تقيل او توتر، وبيخف بعد دخول الحمام. انما الوجع اللي بيجي من الكلى مش زي اي وجع، بيجي فجأة شديد وبيلف ظهرك من ورا لحد بطنك وبينزل لتحت، واوقات يوصل لحد الفخذ. الموضوع مش بيقف عند الوجع بس، في حاجات بتظهر الحالة أكتر، زي حرقان وصعوبة في التبول، قيء وغثيان مع الألم الشديد، ممكن حرارة ورعشة لو في التهابات، وأوقات لون البول بيبقى غامق أو في دم. دلوقتي عرفنا اللي ده ولا وجع ظهر ولا وجع قولون، وإن الكلى هي اللي بتدي إنذار إن في حصوات. ويلا بقى ركزي في الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. الحصوات بتتكون من تراكم املاح ومعادن بتعمل ترسبات صلبه، في منها الصغير قد حبه الرمله، وفي منها الكبير بيسد مجرى البول. واسباب تكونها كتيره، في منها قله شرب الميه، الاكل المليان ملح، تاجيل دخول الحمام، السبانخ والشوكولاته واللحوم الحمراء والبقوليات، واوقات بعض الامراض المزمنه وقله الحركه والسمنه. طول ما هي واقفه انت مش حاسس بحاجه، بمجرد ما تتحرك تبدا الرحله الكارثيه. تنزل في الحالب، تجرح، تسد، تولع في الاعصاب ومجرى البول، ساعتها تحس بالوجع والاعراض اللي قلنا عليها. بس خد بالك، الحصوات كلها مش زي بعضها، في حصوات الاوكزاليت، في حصوات اليوريت، وفي حصوات الفوسفيت اللي هي الستروفيت، ودي اخطرهم لانها بتيجي مع الالتهابات المزمنه المتكرره وبنسميها حصوات العدوى. الحصوات بالاكل والشرب الصح ممكن تدوب او تقل، لكن لو سبتها ممكن تكبر وتتعبك. في حالات كتيره بتيجي الصيدليه، زي رجل كبير في السن جه اشتكى من الم شديد فجاه في جنب الظهر، بالاشعه والتحليل وجهناه طلعت حصوه صغيره، تم حلها بسهوله بعد نصايح شرب ميه واكل وحركه. ست جايه تشتكي من وجع تحت بتاجل شرب الميه طول اليوم، والنتيجه حصوتين بس وقتها ما نفعش غير تفتيت. ست بتقول بحس بحرقان في البول وريحته وحشه وحرارتي بتعلى بالليل، خلاني اشك في التهاب، ودي حصوات العدوى ستروفيت. مع العلاج والنصائح الحمد لله اتعالجت. طب ما تيجي نشوف النصائح اللي بتمنع تكوين الحصوات او تخففها. اشرب ميه كتير طول اليوم حتى لو مش عطشان، من 3 ل 4 لتر يوميا، ده بيخفف البول ويمنع تكوين حصوات. قلل المالح والحادق واللحوم الحمراء والبقوليات. ممكن مشروبات زي الليمون والبرتقال وعصير التفاح والشعير، فيها السعرات الطبيعيه اللي بتحارب تكوين الحصوات. نزود من الاكلات المفيده زي الخضار والفاكهه المليانه ميه زي البطيخ والخيار. ما تاجلش دخول الحمام لانه بيعمل احتباس في البول ويرسب الاملاح. لازم نمارس رياضه خفيفه يوميا لتحريك الجسم. لو في سخونيه ورحشه مع الوجع، بول واقف، بتروح الحمام مفيش نقطه بتنزل، دم كتير في البول، وجع بيروح ويجي بشده وبيقومك من النوم، او وجع ثابت بشده، دي لحظه ما فيهاش هزار.